قصتنا هي قصة حقيقية حصلت سنة 1929 عن راجل قتل الحلاق بعد ما اكتشف إن مراته بتخونه معاه. بتبدأ القصة مع عبد العزيز موسى، شاب هادي وكان شغال سواق في شركة نقل في القاهرة، ووقتها كان عنده 17 سنة. بس عبد العزيز كان جدع وكان متحمل المسؤولية من صغره، كان عايش مع أخته الأرملة وحياته كانت مستقرة وهادية، لحد ما في يوم من الأيام بتحصل صدفة بتغير حياته. أخته اتعرفت على جارتهم واللي كانت بنت عندها 16 سنة وكانت جميلة جدا، ومن هنا بتبدأ القصة تخش في منعطفات غير متوقعة. عبد العزيز أول ما بيشوف جارتهم بيعجب بيها وبيجري على أخته وبيقول لها إنه عايز يتجوزها، وأخته ما بتترددش لحظة وبتساعده إنه يتكلم معاها، والموضوع بينهم بيتطور بسرعة لحد ما بيحبوا بعض وبيتجوزوا. لكن بعد أيام قليلة من الجواز كل حاجة اتغيرت. مراته بدأت تتصرف بشكل مختلف، كلامها بقى غريب ونظراتها ما بقتش زي الأول. شوية شوية بدأت تزرع في دماغ عبد العزيز أفكار مش ولا بد عن أخته اللي كانت عايشة معاهم، وبقت تقوله إنها مش مرتاحة وإن وجود أخته بقى يعمل لها مشاكل وإنها مش قادرة تعيش حياتها في راحة. عبد العزيز في الأول كان بيحاول يرفض كلامها وكان بيقول لها إن أخته هي أقرب حد ليه، لكن مع الوقت ونتيجة ضغط مراته المستمر بدأ يتأثر، والحب اللي كان جواه ليها للأسف خلاه يسمع كلامها ويطرد أخته ويشوف لها أوضة بعيدة عنه. لكن ده ما كانش كفاية بالنسبة لمراته، وفضلت تضغط عليه أكتر لحد ما بطل يصرف على أخته خالص، سابها لوحدها في الأوضة من غير أي دعم ولا فلوس تصرف منها، وأخته ما كانش عندها أي مصدر دخل تاني، وفضلت في الأوضة مهملة لحد ما ماتت من الحزن والجوع. لحد هنا هو أداء ست حرباية عادي، ممكن تعمل كده وما تخونش، بس هي ما اكتفتش بده وكمان قررت تخونه. بعد اللي حصل عبد العزيز ما عرفش حاجة عن أخته أو إنها ماتت غير لما اكتشفوا جثتها في الأوضة بعد 4 أيام، ولما عرف الحقيقة ابتدى يفوق، لكن للأسف بعد فوات الأوان، وابتدى يشوف وش مراته الحقيقي وابتدى يكره مراته الجميلة اللي كان بيحبها. في يوم من الأيام جاله جواب غريب مكتوب فيه: أنا فاعل خير وما يرضينيش مراتك تخونك مع الحلاق بتاعك. أول ما قرأ الجواب الشك سيطر عليه، خصوصا إن هو كان شايف مراته متغيرة بقالها فترة. بدأ يركز مع تصرفاتها ولاحظ إنها بتغيب عن البيت كتير وبترجع بأعذار مش مقنعة. عبد العزيز بدأ يراقب مراته من غير ما تلاحظ، ومع الوقت بدأت تحس إن هو بقى مختلف معاها. وفي يوم من الأيام قرر يرجع البيت بدري بشكل مفاجئ، وكان كل اللي بيفكر فيه إن ياريت يكون الكلام اللي قراه في الجواب غلط. وصل البيت، فتح الباب وبدأ يدور على مراته لحد ما وصل للأوضة بتاعتهم وفتح الباب، وهنا كانت الصدمة. لقاها مع الحلاق فعلا زي ما كان مكتوب في الجواب، وكان واقف مش قادر يصدق اللي هو شايفه، وفي دماغه كانت صورة أخته اللي ماتت بسبب مراته، وكل اللي قدر يقوله: ده الشخص اللي خلتيني أطرد أختي من البيت عشانه وماتت بسببه. وهنا الحلاق بيحاول يهرب، لكن عبد العزيز بيمسكه وبيضربه بعنف، ومراته كمان حاولت تهرب لكنه طلع عليها غضبه وضربهم هما الاتنين ضرب عنيف لدرجة إن صوتهم طلع والجيران سمعوا وبلغوا البوليس. عبد العزيز ما حسش بأي حاجة غير لما كانت الشرطة وصلت ومراته واقفة خايفة والحلاق كان ميت ما بين ايديه. عبد العزيز بيسلم نفسه للشرطة من غير أي مقاومة، لكن في التحقيقات حصلت حاجة غريبة جدا. مراته اتهمته وقالت إن عبد العزيز في الفترة الأخيرة كان بيتعاطى وكان بيشك فيها بدون أي مبرر، وبتقول إن عبد العزيز والحلاق كانوا صحاب وإن سبب الحادثة إن هما اتخانقوا مع بعض في البيت. لكن بيظهر لها شخص مجهول بيدلي بشهادته في القضية. الشخص ده بيقول إنه كان بيشوف الحلاق بيروح لبيت عبد العزيز بانتظام أثناء ما كان هو في الشغل، وإن الحلاق دايما بيمشي قبل ما عبد العزيز يرجع، وإن ما كانش فيه أي علاقة صداقة بتربط عبد العزيز بالحلاق. والشخص ده كمان حكى عن مأساة أخت عبد العزيز اللي ماتت بسبب مراته. والشخص المجهول ده بيروح لعبد العزيز وبيقول له إن هو اللي بعت له الجواب اللي كشف خيانة مراته. وفي النهاية المحكمة حكمت على عبد العزيز ب7 سنين مع الأشغال، ولكن بعد ما خرج من السجن محدش يعرف
إيه اللي حصل له ولا مصيره بقى إيه. اكتبوا لنا في الكومنتات توقعاتكم إيه اللي حصل لعبد العزيز بعد ما خرج من السجن، ويا ترى مين الشخص المجهول ده وعرف حكاية أخته منين، وأنا هرد عليكم بأكتر توقع صح.